لما كلم الراجل يجيب لي القرشين اللي ليه عنده، الله ده الواحد مش عارف يعيش في الدنيا ولا ايه؟ ده الدنيا مولعة نار، الله الدنيا غلا والواحد مش عارف يجيب له هدوم عشان يحضر فرح اخوه، الله وعايز يتجوز اخويا، اروح له ما يروحلوش وانا مش شايف ولا ايه؟ لازم اكون لابس احلى حته اللي عندي، لازم اروح اشتري احلى حته في المحل. ايه يا عم برن عليك مش راضي ترد ليه؟ انا عايز فلوسات يا عم، ده حقي عايز الايه القرشين دول عشان اروح فرح اخويا واكون متشرف كده قدامه واشرفه قدام الناس كلها وقدام خطيبته، ماشي؟ عشان ارفع راس اخويا، الله هو انت ايه يا عم تاكلني في فلوسات ولا حاجه؟ يا مؤاخذة انا معايا عقد، والعقد ده ممكن اشكيك بيه واوديك في 60 داهية، واوديك في 60 داهية ومش هترجع منها. ليه؟ لو ما جبتليش الفلوس بتاعتي. وانت فكرني بضحك ولا حاجة؟ ها؟ هو انت فكرني وايه؟ لا يلا يا جدع، الله هو انت فكرني لعبة في ايديك ولا ايه يا جدع؟ فكك الكلام معايا وابعتلي الفلوسات، ابعتهم لي كاش الا تيجي وتديهم لي في ايديك، الا كده تبعتلهم لي كاش، فاهم ولا لا؟ ولا اوديك في 60 داهية واوديك في خبر كان. ماشي ماشي يا عم، انت تتخانق معايا ولا ايه؟ انت بعد على نفسك شوية، مش كده يعني؟ هو انت داخل خناقة ولا حاجة؟ ده انا صاحبك مهما كان، يعني صاحب عمرك، مش معقولة كده. انت نسيت العيش والملح اللي احنا كناه مع بعض؟ نسيت يالا انا كنت ايه وانت كنت ايه؟ ده انا يالا اللي لميت لك القرشين يالا، وانا اللي عملت بيك بني ادم يالا، ولا انت نسيان يالا مش واخد بالك ولا ايه؟ صح كده وفوق يالا، بدل ما انا اجي افوقك. هو انت مش واخد بالك بتكلم مين يالا؟ وبعدين قرشين ايه يا معفن اللي انت بتكلمني عليهم؟ ده انا هديك بدل قرشين 3، انت فاهم ولا لا يالا؟ وبعدين صح كده وفوق، ده القرشين بتوعتك يالا هخليهم لك فوق لفوق، بدل ما هم ملالين هخليهم لك ملايين يالا. صح كده وفوق يالا، ولا انت مش واخد بالك؟ وبعدين يا جدع فرح اخوك مش مشكلة يعني، البس اي حتة عندك على الحبل، مش مشكلة اي حاجة. وبعدين الناس مش بتبص في المظاهر يا عم، الناس بتبص على الفلوس، انت فاهم ولا لا؟ صح كده وفوق، وخلي دماغك مصحصحة، ولا انت كل همك القرشين بس ليك عندي؟ وبعدين يا عم ما تقلقش، هو انت مفكرني ان انا اخدهم اهرب ولا حاجة يعني؟ لا طبعا مش ههرب ولا حاجة. وبعدين مكاني ما يتهواش يا عم، انت عارف مكاني كويس جدا. بص يا جدع انت، انا عايز القرشين بتوعتي احسن لك، احسن ما اجيبك من قفاك، انا الدنيا مخبطة معايا وانا عايز القرشين دول، ماشي يا جدع؟ احسن لك تجيبهم لي الا على تليفون كاش، تبعتهم لي كاش الا تجيبهم لي تسلمهم لي، ماشي يا جدع؟ ماشي. بص يا جدع احنا كده نتفق ماشي يا جدع؟ بص احنا كده تجيب لي نص الفلوسات ونخلي نص الفلوسات تاني، ولما يبقى معايا قرشين كده حلوين اديهم لك ونظبط الدنيا، ماشي يا جدع؟ تبعت لي كده نصهم الله، عشان اجيب بدله حلوه كده على الحته اللي على الحبل من عند الراجل، الله انت عاوز انزل راس اخويا في الارض ولا ايه؟ انا لازم ارفع راس اخويا لعالي العال، تفهم يعني ايه يا جدع انت؟ بس يا جدع بص يا جدع من الاخر اجيبها لك، ابعت لي نص الفلوسات اللي هم 500,000 جنيه يعني مديهم لك، سالك دول تبعت لي نصهم، وبعد كده بنصهم بديهم لك ونظبط الدنيا وتديهم لي زيادة. انت مفكر ايه؟ هو نضحك عليه ولا ايه يا جدع؟ انا وانت اتفاق، انا وانت اتفاق رجالة مش اتفاق حريم. بقول لك يا جدع ما معيش دلوقتي وانت بتفهمش، اخلقهم لك منين دلوقتي؟ الفلوس كلها يا عم حطها في البورصة، مش قايل لك انا الموضوع ده ولا ناسيه انا؟
مش حاطط القرشين دي في البورصة يا عم، ولا انت مش واخد بالك؟ عشان القرشين يعلى فوق اوي اوي، ولا انت مش واخد بالك يا جدع؟ وبعدين يا صاحبي، احنا بينا وبين بعض فرق يا صاحبي. تعالى يا عم خد عندي حتة دين بدلة، هتاكل من عليك حتة يا عم، حتة بدلة جامدة جامدة. فاهم يعني ايه جامدة يا صاحبي؟ او ما تقولش اهم حاجة يا صاحبي، ان كان على اخوك يا صاحبي وعايز تشرفه، انا خليك تشرفه بمعرفتي يا صاحبي. هديك حتة دين بدلة زي ما بقولك كده يا صاحبي، حتة دين بدلة جامدة، وهتخليك اخي الأراجة، اخي الأراجة كده يا صاحبي. انت فاهم ولا لا؟ خليك معايا يا صاحبي كده وصحصح وفوق، عشان ايه؟ نقدر نجمع قرشين حلوين كده يا صاحبي، ونعمل احلى صفقة مع بعض. فاهم يا صاحبي ولا لا؟ هما يعني القرشين دول نستهون بيهم يا صاحبي؟ لا طبعا. ولا ما احسن ما نبقى معناش فلوس خالص يا صاحبي؟ لازم نجمع القرشين دول، نخليهم ملايين يا صاحبي، ونعرف نفتح شركة حلوة كده يا صاحبي احنا وانت، ونعرف نعيش كده. عشان انت يا صاحبي تقدر تفتح بيت، وانا اقدر افتح بيت، ولا انت مش واخد بالك يا صاحبي؟ وبعدين صحصح وفوق كده يا صاحبي، مالك يا صاحبي مش واعي الدنيا خالص؟ وانت كل اللي همك فرح اخوك يا صاحبي؟ ايه يعني فرح اخوك يا صاحبي؟ دي ليلة وهتعدي. وبقول لك احلى بدلة عندي هديها لك، يعني يا صاحبي مش هقصر معاك في اي حاجة. محتاج حتة جزمة جامدة، هديك جزمة يا صاحبي تلبسها برضو، هتليق معاك على البدلة، هتبقى هما الاتنين ماشيين مع بعض يا صاحبي، الجزمة والبدلة. وهياخدوا من عليك، بقولكش يا صاحبي خلوهم جامدين عليك كده، وياكلوا من عليك حتة كده يا صاحبي انت لابسها. وبقول صاحبي قال كده عشان انا يا صاحبي ما احبكش اقل من اي حد يا صاحبي، انا احبك فوق الفوق يا صاحبي. وبعدين يا صاحبي القرشين دول هنزودهم لمين مش لبعض يا صاحبي، ونمشي الاحوال مع بعضينا عشان الدنيا تمشي والمركب يا صاحبي. ولا احنا هناخد القرشين ونوقف حالنا كده يا صاحبي؟ ما انت عارف الظروف وعارف كل حاجة يا صاحبي، عارف ان انا ما بخليش فلوس معايا يا صاحبي. كل الفلوس اللي معايا بشغلها في البورصة يا صاحبي، البورصة ده البورصة يا صاحبي كل ما تطلع في العالي، في العالي جامد جامد أوي يا صاحبي. هو انت يا صاحبي نايم مش عايش في الدنيا خالص يا صاحبي ولا ايه؟ صحصح كده وفوق يا صاحبي، وسيبك من الفرح ده، وفرح اخوك يا عم هيتعمل وهيعدي بخير وسلامة، وهتشوف عياله كمان اخوك يا صاحبي، ولا تزعل خالص. وبعدين يا صاحبي كبر دماغك كده، فكر في نفسك شوية يا صاحبي. مش مهم اخوك، يعني اخوك اركنه على جنب دلوقتي، هو اخوك لما يتجوز يا صاحبي فكر فيك يجوزك برضو؟ لا طبعا يا صاحبي. اخوك معاه فلوس كتير يا صاحبي، ما فكرش ولا مرة يجوزك كده ويجيب لك حتة عروسة ويقول لك يا اخويا انا عايز افرح بيك وتتجوز. كل همه نفسه بس. وانت يا صاحبي بص لنفسك بقى شوية، وصحصح كده وفوق يا صاحبي، ولا انت مش واخد بالك ولا ايه يا صاحبي؟ ان شاء الله طلعهم لي من اقراض الارض يا عم، ان شاء الله طلعهم لي من الارض يا عم. انا مالي امي، انا مش انا بتجوم لك 5000 جنيه؟ هو انت تنصب عليا في يوم ولا ايه؟ وانا مالي انا، وانا مالي امي يا عم، وانا مالي امي؟ ان شاء الله اكون هتسرقهم يا عم. انا عايز فلوسي، انت عارف ان انا معايا اللي مش عايز اقول لك عليه، هوديك في 60 داهية بسببه. انا عايز الفلوس احسن لك، تجيبهم لي كده بدل بالاحترام. ان شاء الله كانش معاك، ان شاء الله تسرحوا من امك ولا من اختك ولا من ابوك. انا مال امي انا مال امي انا يا عم. ان شاء الله تطلعهم لي كده من اقراض الارض كده، انا عايزهم ماشي.
احسن لك جيبهم لي، احسن الورق اللي معايا ده يوديك في 60 داهية، ولا من شاف ولا من دري على اللي عملته ده. مش انت الليل انت عالسلف قلت لي هتديهم لي بعد اسبوع؟ فين يا عم بعد اسبوع؟ انا صبرت 2 و2 لما جاي اقول لك تقول لي ما معكش. ايه ده انت بتتقص من ورايا؟ طب يا جدع اصبر عليا اسبوعين كده، معلش يا صاحبي، استلفهم لك من اي حد يا صاحبي. اشوف اي حد معاه قرشين كده اخدهم منه سلف واديهم لك كده يا صاحبي ومشي حالك بيهم. معلش يا صاحبي اصبر عليا بس. اللي خلاك سبت الكل يا صاحبي مش هتصبر عليا اسبوع؟ وانت بتقول فرح اخوك فاضل اسبوع يعني. قبل الفرح يا عم اديهم لك ان شاء الله، بس اهم حاجة يا صاحبي اصبر عليا بس. اصبر عليا حبتين يا صاحبي، انت مستعجل ليه؟ هو الدنيا هتطير يا صاحبي؟ ولا انت فاكرني اهرب يعني يا صاحبي ولا اهرب؟ لا طبعا يا صاحبي انا مش ههرب، انا معاك يا صاحبي في الحتة اللي انت ساكن فيها، وبعدين عارف شقتي يا صاحبي وعارف الشارع، يعني مكاني ما يتوهش يعني يا صاحبي. لو اتأخرت عليك يا عم تعالى لي في اي وقت شرفني، هتلقى القرشين بتوعك يا عم جاهزين، ما تقلقش. انا عندي كلمتي يا صاحبي معاك، يعني انا ما برجعش في كلامي، فاهم يا صاحبي ولا لا؟